يسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل يال العطاء والمن. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح علامنا سلفنا الصالحون مثل الجلسة وسوسا لا علمنا والحبيب علي الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويقضي حاجاتنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير وندم على مسلافنا الصلمة الجلسة نوينا وعلى ما طلبوه طلبناه وعلى ما قصدوه قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد مارح نصر بالنصر قدها. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ما سارت العيس بطن سبسا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وكل من للحبيب ينسى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وكل من للنبي يصحى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصرف وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على البرايا جاها وأرحام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على
محمد أصلك عبد بالحق أعرى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد خير الورى منهجا وأصوات يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد طير يمن غنى فطرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وسلم. الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك أصفى
السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء النبي صلوا عليك صلوات الله عليك النبي صلوا عليك صلوات الله عليك وينال البركات كل من صلى عليك وينال البركات كل من صلى عليك النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين يعلم علم اليقين النبي حاضرين يعلم علم اليقين أن رب العالمين أفرض الصلوات عليه أن رب العالمين أفرض الصلوات عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه ودنا له القمر ونزل سلم عليه النبي صلوا عليه صلوات الله
وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان، ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. لاحظت العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال، وهو من فوق علم ما قطرت رفعة في شؤونه وكمالا. سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور، وملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم، بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترجى اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه في الصدور من الإيمان قواعد وتنوع من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبدا أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا. صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا. فكان في ظلمة المستبصرين سراجا وقمرا منيرا. فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية. وابرز فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتسمى روح المصلي عليه به فينبث في قلب نور سر تعلقه به وهبه وينتبه بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه. صلى الله عليه فيهدي إلى الأشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بدون ينصران التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم. صلى الله عليه نبتت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين. صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون وما يوصف بالضامة إلا وتمت عليه من الله النعمة. صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموت استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه كان مستقره في
الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه حير الأفكار ظهوره وبهر صلى الله عليه من هذه الحروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير صلى الله عليه. ولكن أنزل إلى تدوين ما هبت من أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه. بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سمي أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل قانية بالعجز عن نيل العلا ورضي تدون هذا لعمر القبن والخبل فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل قانية بالعجز عن نيل العلا وردي تدون هذا لعمر القبل والخبل. أم غرك الزخرف الفاني وأشغلك دار التي حشوها الآفات والعلل رويدك خيال الفانيات وعود إلى تذكر من عن دورهم رحلوا. فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل قانية بالعجز عن نيل العلا وردي تدون هذا لعمر القبن والخبل. كانوا على عزة فيها فصاح بهم حاد المنون إلى الأرمس فانتقلوا
شادوا كسورا وقادوا عسكرا فعدا عليهم الدار فالموصول منفصل فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تدوي الفلا الإبل طالعة بالعجز عن نيل العلا ورضي دون هذا لعمر الغبن والخبل أضحت منازلهم مهجورة وغدا يبكيهم الأهل والخلان والضلال قوم مضوا في سبيل أنت سالكها إلى الصحاسيح ركبا سعيهم عجل فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل قرية بالعجز عن نيل العلا ورضي دون هذا لعمر الغبن والخبل يا راغبا في المتاع الفان مشتغلا باللهو هلا بذكر الموت تشتغل كم من فتى جمع الأموال مدخرات ورك في عينه الأبياش والخول فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل قانية بالعجز عن نيل العلا ورضي دون هذا لعمر الغبن والخبل فما مضت برهة إلا وأزعجه داعي الممات فأمسى ومرتحل في الموت شغل عن الدنيا وراحتها لمن له فكرة فيها بها عقل فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم مرت بهم تطوي الفلا الإبل قرية بالعجز عن نيل العلا ورضي دون هذا لعمر الغبن والخبل أم غرك الزخرف الفني وأشغلك دار التي حشفها الآفة والعلال رويدك اترك خيال الفانيات وعود إلى تذكر من عن دورهم رحلوا فيما التخلف والإهمال والكسل والقوم
قوم مرت بهم تدوي الفلا الإبل غانية بالعجز عن نيل العلا ورضيت دون هذا لعمر الغبن والخبل. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل صلى الله مما استفاده عليه. الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. وشمائل التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه. حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه. ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله عليه. يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. صلى الله عليه. يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم صلى الله عليه. عبد المظلم ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. فضمته أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه. ولا تشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله صلى الله عليه. إلى عالم الشهادة
لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهال صلى الله بدون عليه. إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوفة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه. بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. والسلامات متضمحة بذل الفرح بملاقات أشرف البريات صلى الله عليه. إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. يرى الله في الوجود مهج التكريم وبسط في العالم الكبير مائد التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب عن وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والبذرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السباق الممدود صلى الله عليه. بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة صلى الله عليه. ومعهما من الهور العين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. Pakhusyuk, pahadir nang atenah BTB Rasulullah nang dalam atenah pakhusyuk. أشرق الكون بابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات
يا أهل المثاني فهزار اليوم غرت واستضيئوا بجمالك يا رسول الله فقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفك حيث أوتينا عطاءك جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل يحسره العام إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم عليه أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واهدنا نهج سبيله به نسعد ونرشد ربي بلغنا رجاله بجواره خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلوا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم
أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه ووسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله له عليه الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل صلى الله إذا عليه دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة صلى الله ولو عليه رسولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نشر الطيب تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه فهو صلى الله عليه اللهم صل وسلم وسلم جامع عليه. الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشاني وله العلا في مجدي ومكاني صلى الله عليه قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعناني صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم صلى الله وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثاما سقاني الكسؤوف ديما سقاني ألا لله من تلك المدامى وفك القيد من بعد امتحاني وأتحفني
بأنواع الكرامة وأوضح في الهوى قصدي وشاني على ورع وجان نبني الملامة مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدالي من البشرى علامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة شفيع الخلق في يوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا
وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. آمين. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر آمين. في كل موطن من مواطن القرب ومظهر. آمين. قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. آمين. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. آمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. آمين. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم آمين. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك. آمين. وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك. آمين. وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤذين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمين. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا وشورا. واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا ودمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب اللهم صل وسلم المحبوب عليه للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهتم هذا الدعاء المولود تدرار في مجلس المحبين في هذا الليل وإلى حضرة النبي سيدنا محمد بسر الفاتحة.